عمرك ما حسيت بصداع ملهوش سبب؟ ألم في العضلات، ألم في حدقة العين، أحيانا كمان إكزيما غير مبررة، وبعد لفة على دكاترة كتير من تخصصات مختلفة وإشعاعات وتحاليل ما توصلتش للسبب. كتير من المسكنات وكتير من الكورتيزون وبرضه مفيش نتيجة. تعالى دلوقتي حالا نعرف أسباب المشكلة دي. أنا دكتور ميرنا نبيل، أخصائي إرشاد نفسي أسري في مجموعة تميز المتخصصة ومركز تميز للصحة النفسية. موضوعنا هو السايكوسوماتيك ديزيز أو الأعراض النفس جسدية. كتير من الأعراض اللي اتكلمنا عنها زي وهن العضلات ومشاكل في العضلات أو مشاكل في أعصاب مختلفة من الجسم، إكزيما في الجلد ملهاش سبب، صداع غير مبرر، وألم في القولون، بيكون مرتبط بالأساس إلى أعراض نفسية أكتر منها أعراض جسدية. بيكون مرتبط بأنواع كتير من الاكتئاب والكبت، ففي الحقيقة بيكون ده نتيجة ارتفاع كمية كبيرة جدا من الكورتيزون في الجسم، وفي الحالة دي أحيانا كتير بتسبب نوع من المشاكل المناعية. الجسم ساعات كتير بيكون بيهاجم نفسه. علشان نقدر نتوصل لحل سليم وسريع للمشاكل دي محتاجين نلجأ لمتخصص يساعدنا ان احنا نشخص الأعراض دي بشكل سليم ويمشي معانا خطوة بخطوة، وهو ده اللي بيوفره لنا مركز تميز للصحة النفسية على ايد متخصصين في الإرشاد النفسي. ولمعرفة تفاصيل أكتر تقدر تتواصل معنا على أرقامنا أو على منصات السوشيال ميديا.